بسم الله الرحمن الرحيم، ولقائنا المتجدد مع التنمية الإيمانية لأبنائنا في رمضان. بحييكم وسعيدة كل مرة بقولها إن أنا بكون معكم. برضو في عجالة المسابقة دي سبت وثلاث وخميس بنقول معلومة وبننفذها إن شاء الله في حياتنا من الأخلاقيات والآداب اللي إحنا لازم نتحلى بيها كمسلمين. وأنا قلت إن أنا كنت بركز على أبنائنا، لكن برضو الكبار يتعلموا منها. كل أسبوع إن شاء الله هنسحب فايز اللي هيجاوب على السؤال اللي هيعرض في آخر الحلقة، وهيجي يستلم الجايزة بتاعته من الأكاديمية. الاتيكيت كلمة دايما كلنا بنسمعها لما نقول ايه، خليك اتيكيت. خليك اتيكيت لما نحب ان احنا نعلم حد انه ازاي يتكلم صح، ازاي ياكل صح، ازاي يتعامل مع الناس صح. الاتيكيت فيها رقة، هي كلمة اولا مش مصرية، مش عربية عموما، وعلشان كده هنقول معناها بالعربي: مجموعة من القواعد اللي بتنظم سلوك الإنسان بشكل مهذب وملائم مع المجتمع بتاعه. الاتيكيت في حاجات كتير. أولا احترام المواعيد، لازم نحترم مواعيدنا، لازم نحترم اما حد يديني ميعاد او ادي حد ميعاد واقول له انا هجيلك مثلا الساعه 6 ما رحلوش الساعه 7. واحترام المواعيد ديت صفه اتصف بيها سيدنا اسماعيل عليه السلام لما ربنا وصفه في القرآن الكريم وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ده في سورة مريم. يعني هو صفة من صفة الأنبياء احترام الوعد. لما نيجي طبعا اللي بيخالف الوعد زي ما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام المنافق، لما قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد خان. نمرة 2: لما نيجي نتكلم مع حد ما نعليش صوتنا قوي. ايه انت عايز ايه يا فلان؟ لان برضو اتقالت في القرآن الكريم: واخفض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. يعني ابشع صوتك. كفايه ان احنا بنسمع صوت نهيق الحمار بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي نفس الوقت ما نوطيش صوتنا قوي بحيث اللي قدامنا ما يسمعناش. خير الامور الوسط. صوتنا لا يبقى عالي قوي ولا يبقى واطي قوي، لا يبقى عالي يزعج اللي حوالينا ولا يبقى واطي قوي اللي انا بكلمه ما يسمعنيش. من الاتيكيت برضو ان احنا لما نكون قاعدين في مجموعة، يعني قاعدين 3 أصحاب 4 أصحاب، ما جيش اخد صاحبة على جنب واقعد اكلمها. لا يتناجى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث إلا بإذنه. يعني أنا جه ظرف مثلا أنا عايزة أقول لصديقتي ديت أو لأمي أو لأختي أو أيا كان جاب، عايزة أقولها في الوقت ده، لو سمحتوا يا جماعة هقول لها كلمة. ما ناخدوش ليه؟ لان هيتأذى. في ناس بيفتكروا الله هي بتتكلم عليا، بنفقده الثقة في نفسه، وبنفقد اللي هي السلام النفسي اللي معه. لما نيجي ندخل المسجد برضو ده من الاتيكيت على فكرة، بندخل برجلنا اليمين. آداب
معمولة آداب إسلامية، معمولة إن إحنا لازم نتبعها. لما نيجي نصلي وندخل المسجد طبعا برجلينا اليمين بنقلع على الحذاء الأول، وطبعا بنقول دعاء المسجد ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو دعاء المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقبل ما نقعد طبعا ما نتخطاش الناس عشان نصلي، المكان اللي قدامنا بنبقى بنقف فيه، بنسد الصفوف عشان ما يدخلش فيها الشيطان، ونصلي ركعتين تحية المسجد. طيب دي برضو في عجالة كده الآداب التعامل مع الناس. لما نيجي برضو نتكلم مع الناس بالذوق: من فضلك أنا عايز كذا، لو سمحت وطي صوتك، حتى لو بنعترض عليه لو سمحت كلمني، يعني نتكلم باحترام، بنحترم الكبير ونعطف عصاير، وبرضو الصغير نكلمه باحترام عشان يتعود يتكلم باحترام. طب الاتيكيت ده برضو في الاكل؟ طبعا ده هو مرتبط، الاتيكيت بالاكل والاكل بالشوكة والسكينة. هو لا مانع، هو من السنة ان انت بتاكل بصوابعك 3 صوابع دول، مش تغرف بتاع، لا، بطريقة حلوة. تمسك العيش كده او الرز وتعمل كده بطريقة لطيفة وتاكل. لكن ما يمنعش ان انت تستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، بس اهم حاجة تأكل بايدك اليمين. الله، طب انا بستعمل ايدي الشمال اكل ازاي؟ لا، استعمل، لان دي حاجة طبية. يعني على قدر معلوماتي ان الاعصاب اللي ايد الشمال بتبقى اقوى من الايد اليمين. استعمل كل حاجتك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب التيمم، ان هو يبدأ كل حاجة باليمين. استعمل كل حاجتك، ولكن احرص على انت قدر المستطاع، بس ما ترهقش نفسك ان انت تستعمل اليمين. لكن ساعة الاكل، ودي الامهات بتعملها، وانا اعرف ابنها او بنتها كانوا بياكلوا، يعني بيستعملوا الايد الشمال، علمتهم على الاقل الاكل ياكل بايده اليمين. طبعا من اداب الطعام ان احنا نغسل ايدينا قبل الاكل، ونقعد نسمي الله ونقول الدعاء بتاع الأكل: اللهم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. طبعا احنا قلنا الإنسان لازم يتيمم الأكل بالذات. في ناس بيقولوا احنا بنروح مطاعم مثلا وبيحطوا قدامنا الشوكة والسكينة. مفيش مانع، امسك السكينة والشوكة وقطع الأكل، ولكن استعمل الأكل بالشوكة، مش تقطع كده وتاكل بالشبال. استعملها. احنا الإسلام بتاعنا، الإسلام أدبنا في الأكل في منتهى الرقي، ولكن في شروط زي ما احنا قلنا: نسمي الله وناكل بإيدينا اليمين. برضو مش هطول عليكم، لكن هأدخل على سؤال الحلقة. بيقول: في حديث مشهور وصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا عارفينه وكلنا اتعلمناه، عن آداب الطعام. ممكن نذكر الحديث ده؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قالوا لغلام: يا غلام، ونكمل الحديث. مستنية إجاباتكم على الواتس، كل المعلومات موجودة على الشاشة، وأشكركم، وهنتقابل في الحلقة الجديدة بإذن الله.